إنا لله وإنا إليه راجعون. متابعينا الكرام، متابعينا من كل مكان، يعني هذه الواقعة التي هزت الشارع المنياوي الساعات الأخيرة. شاب رايح يشتري تين شوك عشان اختلف معاه على السعر، راح باقع التين الشوك، ما كانش قدامه أي رد أو أي كلام غير اللي هو يطعنه بالسكينة عدة طعنات موته في الحال. واقعة بني مزار اللي هزت الرأي العام في الشارع المنياوي. معانا دلوقتي شقيق المجني عليه، نسأل الله له الرحمة والمغفرة. هنسمع منه اللي حصل ونسمع منه الحكاية وهنوصل ايه اللي حصل. اللي حصل اللي انا حكيته في النيابه. ايه اللي تاني؟ اخويا نازل يشتري لبس، معاه 1000 جنيه واخدها، نازل يشتري لبس. فكان هو وصاحبه بيقول له تعالى نروح نشتري لبس مع بعضينا. تمام. لقى بتاع التين، قال له وقف نشتري ب 15 جنيه تين وناكله مع بعض واحنا ماشيين. هو وصاحبه. فقال له يا عم خليها مره تاني، قال له لا انا هاكل تين، يعني هاكل تين، اللي هو محمد اخويا الشهيد. فقال له راح لبتاع التين، قال له انا عايز طبق تين. الطبق دي بكام؟ قال له الطبق ده من 30 ل 40 جنيه. قال له ليه يا عم؟ ده التينه بتجيب الثلاثه ب 10. ده الثلاثه جنيه، الثلاثه ب 10. قال له يا عم لا خلاص ادام غاليه انا مش هاكل، خليها لك. سابه ومشي. فمحمد اخويا راح سابه ومشي وركب التوك توك. فالواد بتاع التين في بنات واقفه قدامه، فحب يتمنظر قدامهم وراح عطى الكلمه لمحمد اخويا. راح محمد اخويا نزل له وشتمه، نزل له وحط ايده على دماغه وقال له انت بتقول ايه؟ وراح الواد ما سافت كلمه الا كلمه، راح نغزه بالسكينه اللي بيعمل بها التين في قلبه عدل. هو جاهز بالسكينه بقى مستنيه. جاهز بالسكينه، هو امر الله نفس. انا بقى انا عايز اشوف الناس دي هي هتعمل ايه وهتجيب لي حق كيف. اخوك اخر موقف حصل بينه وبينك ايه؟ قال لك ايه قبل ما يطلع؟ اخويا ما بيتكلمش والناس عارفه اخويا، عارفه اخويا في حاله، وان كان يتكلم يعني بحسن نيه بيعلي صوته. لا مش متجوز. يعني كان لسه عنده كام سنه؟ عنده 22 سنه. يعني شوفنا حب الناس ليه امبارح على السوشيال، كله بينزل عنه وكله بيشكر فيه. الدنيا كلها عارفه محمد اخويا، كان محبوب من الكل، محبوب من كل الناس، من شرق الغرب الجبل البحر. واسال اي حد في الدنيا من شرق المحطه هيقول لك الواقع ده. وانا مستني النيابه اشوف. يعني انت بتطالب بحقك بالقانون؟ بطالب بحق بالقانون، والناس مش سايباه. اتقبض عليه، اصحابه مسكوه وودوه سلموه للنيابه. شكرا لحضرتك. يعني متابعينا الكرام، سمعنا مع حضراتكم شقيق المجني عليه، نسأل الله له الرحمة والمغفرة. طبعا زي ما قلت لحضراتكم هذه المأساة كانت صدمة كبيرة. كل من سمع هذا اللقاء أو هذا المأساة اللي حصلت في مركز بني مزار، عشان إيه؟ عشان تين شوك اختلف معاه على السعر، وللأسف الشديد ما كانش قدامه غير اللي هو يقتل شاب لسه في مقتبل العمر، لسه بيجهز نفسه، لسه بيرتب لنفسه وبيرتب لدنيته. نسأل الله له الرحمة والمغفرة. هذا الشاب يعني حديث الشارع المنياوي تحديدا في مركز بني مزار. صورته انتشرت على السوشيال ميديا، الكل بيتكلم عنه بالخير والكل بيتكلم عنه ان هو يعني كان محبوب من الجميع. هذا الشاب يعني زي ما قال كده شقيقه ان هو كان نازل يشتري تين هو وزميله، بيقول له تعالى انا اعزمك على تين. يعني الراجل كريم، كان محبوب من الجميع وكريم مع اصحابه، وكان رايح يشتري له تين هو واصحابه، ولكن سوء التعامل من بائع التين الشوكي. طب هو اي حد كده، يعني انت شايف التصرف اللي هو عمله ده شايفه ايه؟ شايف ان هو مش غلطان 1%. وفي فيديوهات هتيجي ان شاء الله وهتثبت ان انا على حق. اصل التصرف نفسه، رد الفعل وان شاء الله اخويا مش هعمل له موته غير لما يجي حقه باذن الله. قدام الدنيا دي كلها مش هعمل موته لمحمد اخويا غير لما يجي حقه. بتطالب بحقه بالقانون؟ بطالب بحقه بالقانون. بطالب بحقه بالقانون. الشاب نفسه اللي عمل كده، هل ليه سوابق قبل كده؟ ما اعرفش. يعني قبل كده مثلا عمل مشكله سمعت عنه الناس؟ لا ما سمعتوش ولا شفت ولا اي حاجه. مش من البلد نفسه يعني. مش من البلد، مش من بني مزار. هو جاي اصلا بيبيع بالعربيه بتاعته. هو بيبيع بالعربيه بتاعته. كلمنا على اخر موقف بينك وبين اخوك، يعني كان حنين، كان المواقف طيب، بينه وبين اخويا مش هتتحكى. يعني بين الاخوات محبه وصله ورحمه. كان دايما ينصحك، كان دايما يقف معاك. يعني الموقف اللي انت بتقوله ده كان كريم، كان راح يعزم صاحبه على تين شوك. ايوه، كان صاحبه معاه وبيقول له تعالى انا اعزمك على تين شوك. تمام. ربنا يصبرك يا رب. الله يخليك يا باشا. سمعنا مع حضراتكم متابعينا الكرام هذه المأساة اللي حصلت في مركز بني مزار.
نسأل الله الرحمة والمغفرة للشاب الفقيد ضحية للأسف الشديد لبائع تين شوكي. هذا البائع اختلف معاه، لمجرد اللي هو اختلف معاه على سعر التين الشوكي كان الرد بتاعه اللي هو بيقول له يا عم ده احنا بنجيبها 3 ب10 في كل مكان، انت عايز تبيع لي ب30، انت هتضحك علينا، شكرا يا عم. كل التين الشوكي وسابه ومشي. اتفاجئ اللي هو بينادى عليه وبيشتمه، رجع له بيقول له انت بتعمل كده ليه، بيتكلم معاه، حصلت مشادة. اتفاجئ اللي هو ماسك السكينة وراح طعنه بيها، مات على الفور يا مات فوري، ملحقش يروح المستشفى يعني وهو واقف ده طعنه في قلبه على وهو طول. رايح الطعنه في قلبه 2 سم ونص. 2 سم في قلبه. في قلبه عدل. يعني هو قاصد الطعن وقاصد القتل بمعنى صح. قاصد كل حاجه قاصدها. اصل لو هيتخانق عادي كان ممكن يعور يهوشه يهوشه بالسكينه، يعمل اي حركه، يضرب بالبنيه زي ما مددوا عليه. انما ما تضربش بسلاح. انت جاي فتوه، يعني جاي فتوه وبتترى على خلق الله. بتطالب بايه؟ بطالب بالحكومه تجيب لي حقي. نثق في عداله الدوله بالاعدام. بطالب بالحكومه تجيب لي الاعدام وجنازه اخويا. بص انا مش هعمل موتة لاخويا ولا هاخد عزا غير لما يجي حق اخويا. والده عايش ووالدته؟ والده ووالدته عايشين. رد الفعل كان ايه اول ما سمعوا الخبر؟ رد الفعل ربنا يصبرهم. ربنا يا رب يصبرهم. يعني سمعنا مع حضراتكم متابعينا الكرام، الأسرة في صدمة حتى هذه اللحظة، محدش مصدق. في غمضة عين بنقول يا رب دايما يكفينا شر فواجع الأقدار. هذه هي فواجع الأقدار. شاب طالع هو وصاحبه بيعزموا جايبين يعني بيجهزوا اللي هم يشتروا لبس، وقال له تعالى انا اعزمك على تين شوكي. وللاسف الشديد البائع ده المجرم، هذا البائع المجرم، بائع تين الشوكي المجرم اللي اعتدى عليه للاسف الشديد كانت صدمة للأهالي في بني مزار. الكل طبعا استاء، مواقع السوشيال ميديا كلها على الجروبات والصفحات السوشيال في جروبات بني مزار كلها مستاءة بسبب هذا التصرف من البائع المجرم، بائع التين الشوكي او جريمة التين الشوكي زي ما قالوا على السوشيال ميديا. متابعينا الكرام، نقلنا لحضراتكم هذه التفاصيل وهذه الواقعة المأساوية في مركز بني مزار. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.